دلوقتي أنا موجود في أغرب قاعة تصوير. عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن أخش مكان بالجمال ده. القاعة دي فيها مقتنيات ممكن تعدي 100 سنة. أنت متخيل إن أنت بتشوف أدوات تصوير تخطط فعليا 100 سنة؟ بص الكاميرات دي، بص عاملة ازاي. ايه ده؟ يعني حتى العدسات اللي فوق دي بص عاملة ازاي. سبحانك يا ربي. طب ده احنا بنشوفها مثلا احيانا في بعض الافلام. ايه ده؟ بص العدسة شكلها عامل ازاي، اللي هي مكان التحنيط. بعض الاجهزة انا مش عارف هي ايه دي. الاضاءات زمان كانت عاملة ازاي. ده ايه ده؟ اللي عارف يا جماعة اي جزء من الاجزاء دي يقول لي، عشان فعليا انا منبهر بالمكان ده. طب انا فين؟ انا موجود في قلب قاعة من قاعات كتير جدا 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 في المتحف الزراعي اللي افتتح في الدقي. وهنا احنا في قصر الضيافة أميرة فاطمة إسماعيل، اللي كانت بتستضيف فيها ضيوفها. ودي قاعة صغيرة اسمها قاعة التصوير. بعض الصور اللي موجودة هنا لقادة أثناء افتتاح المتحف أول مرة. ودي كاميرات استخدمت ليها أكتر من 100 سنة حرفيا يعني. وطبعا حاجة زي دي اللي هي ده اللي هو بيمشي عليها الكاميرا عشان لو مشهد متحرك فيقدروا إن هم ياخدوه بلقطات، يعني زي الأوزمو النهاردة أو الجيمبل اللي هو في أدوات التصوير الحالية. حاجة طبعا يعني أنت بتشوف هنا الجمال حرفيا. بصوا حتى كمان ده عامل ازاي، بنشوفها في الافلام بتاعت زمان. المكان مبهر. دلوقتي دخوله بكام؟ دخوله ب20 جنيه بس. وطبعا يستاهل كل تعريفة فيه. المكان كبير قوي 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 قوي.